السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع موعد مباراة الأهلي القادمة مع الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة، وإليكم تفاصيل هذه المباراة ولكن بعد هذا الفاصل. بعد فوز فريق الأهلي على فريق بيراميدز في المباراة السابقة بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم في إطار مواجهة مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2021-2022، وسجل هدف الأهلي في هذه المباراة عن طريق اللاعب علي معلول من ركلة جزاء، ليتوج فريق الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة ال13 في تاريخه. ويستعد فريق الأهلي بعد هذا الفوز لمواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي في المباراة القادمة، وذلك في إطار مواجهة مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقد تأهل فريق الأهلي إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على فريق الرجاء الرياضي المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. وعلى الجانب الآخر تأهل فريق الترجي الرياضي التونسي إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على فريق شبيبة القبائل الجزائري في الدور ربع النهائي بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة هدفين مقابل هدف. وسوف تنطلق هذه المباراة يوم الجمعة الموافق 12 مايو 2023 12/5/2023 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 9 مساء بتوقيت السودان وليبيا وفلسطين، 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية وقطر والعراق واليمن وسوريا، 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. وسوف تقام هذه المباراة على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية، وسوف تنقل هذه المباراة عبر قنوات بي إن سبورت 4 بصوت المعلق محمد بركات. هذا كل ما لدينا عن موعد المباراة، وانتظرونا في موعد مباريات قادمة بإذن الله تعالى، ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتوقع نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.